احنا اللي اتاكل بعقلنا حلاوه. لا وكمان عجبتنا خالص وجودنا فيها قوي. الفاطميين وعلى غير عادة اي حد حكم مصر عرفوا يرسموا البهجة على وشوش المصريين. فمعظم الحاجات والتقاليد اللي فعلا بتفرحنا هي تراث فاطمي، زي العيدية وموائد الرحمن، كحك العيد، وحلاوة المولد. النهارده المولد يا بيه. بدأ الاحتفال بالمولد النبوي من أكتر من 1000 سنة، وتحديدا في القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطميين المحروسة، وفي عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي اللي كانت كل تقاليعه اوت اوف ذا بوكس. كان يوم المولد النبوي بيخرج في موكب كبير جدا، هو والمدام بتاعته اللي كانت بتلبس دايما فستان ابيض، اما هو فكان بيبقى ماسك سيفه وراكب على حصانه. فلما شاف صناع الحلويات في مصر موكب الخليفه فقال لك ما تفوتناش دي، فاخترعوا فكره لحلاوه المولد على شكل عروسه وفارس راكب حصان. وعلشان تعرف ان التطبيل للحاكم ده من زمن الزمن، فتخيل كانوا امتى بيوزعوها. كانوا بيوزعوا العروسه والحصان اثناء مرور الموكب بتاع الحاكم. المصري معروف بجبروته، بس الصراحه شاطرين قوي، عرفوا ياكلوا بعقله حلاوه. لكن روايه الحاكم بامر الله الفاطمي ما بتخلص. ففي روايه تانية قال لك ان الحاكم بامر الله الفاطمي منع الاحتفالات طول السنه. اللي عرف يمنع الملوخيه عننا مش هيعرف يمنع شويه احتفالات. المهم ان هو منع كل الاحتفالات دي ما عدا يوم واحد بس في السنه، هو يوم المولد النبوي. فاستغل المصريين المناسبه دي احسن استغلال، وعملوا فيها حفلات الزفاف الخاصه بيهم. فبقى الفارس اللي على حصانه العريس، العروسه هي العروسه. وما كانش وقتها الاحتفال بالمولد النبوي يوم 12 ربيع الاول، ده كانوا بيبداوا الاحتفالات من اواخر شهر صفر واوائل شهر ربيع الاول، ولحد يوم 12 تبدا بقى الاحتفالات الرئيسيه. وفي اليوم ده كانوا بيخرجوا حوالي 300 صينيه حلويات. لكن الدنيا عندهم ما كانتش سبهلله كده، ده كان التوزيع بالترتيب. فكان اول واحد بيمد ايده للصينيه دي وياخد كان قاضي القضاه، ومن بعديه داعي الدعاء. النظام مفيش احسن منه. ومن بعدهم قراء القران الكريم وائمه المساجد والقائمين على الاضرحه. وبعدين كلهم يجتمعوا لصلاه الظهر ويتوجهوا لجامع الازهر لقراءه القران وختمه. وبعدها يخرجوا بقياده قاضي القضاه، اول واحد كان الحلويات، لقصر الخليفه اللي كان بيبص عليهم من شرفه القصر ويحييهم. ويبدا الخطباء في القاء الخطب والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت. وطبعا ما كانوش بينسوا بالدعاء للخليفه بالرشاد والسداد. بصراحه كده ومن الاخر ما كانش حاجه بترضي المصريين الا الحلويات. فعندك مثلا نابليون بونابرت لما جه واحتل مصر، كان المصريين عندهم حاله من النكد والفقر رهيبه تحت الحكم العثماني، والطغيان اللي شافوه من بكوات المماليك. ومن كتر النكد كانت قلت قوي الاحتفالات بالمولد النبوي وقتها. وزاد الطينه بله لما دخل كمان نابليون بونابرت الازهر بالاحذيه والاحصنه. ولكن نابليون كان داهيه برضه، عرف مدخلنا وعرف ياكل بدماغنا حلاوه، وفكر ازاي يراضي المصريين. فراح قال لهم ده انا بحترم معتقدات المسلمين وعادات المصريين، وامر بعمل حفله كبيره للاحتفال بالمولد النبوي. ومش بس بقى وزع لهم حلاوه، لا ده جود عليها كمان، وعمل لهم استعراضات لفرق الموسيقى العسكريه والعاب ناريه. وكمان جاب لك بقى الفنان الكسندر كولين علشان يعمل لوحه يخلد فيها الاحتفال الجامد ده. فرسم فيها نابليون وهو بيبص كده من شرفه القصر على موكب الاحتفالات. لا مش هو كمان لوحده، ده معاه كمان اعيان القاهره، دماغ الماظ والله. اما احنا بقى كمصريين طورنا من شكل العروسه والحصان وبقت فعلا اشكال والوان، وجبنا بقى كل حاجه حطينا عليها عسل وسكر وعملناها حلاوه المولد، زي السمسميه والفوليه والحمصيه. ادينا هو عرفنا ازاي بيتاكل بعقلنا حلاوه. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.